انا اتخنقت والله العظيم. خلاص الواحد زهق، كل ما افرش. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، انا حاطه سجاد في البتاع. كنت حاطه سجاد غير ده تاني ولسه شايلاه، وهشيل السجاده التانية. كل ما افرش يقولوا لك بس احنا طالعين هنعمل حاجه في الغاز. خلاص انا اتخنقت. بصوا لحد دلوقتي كده احنا الغاز لسه ما وصلناش، بس الحمد لله. المفروض يعني المفروض هما بيقولوا ان هما طالعين النهارده. اديني هشيل، لا هشيل تاني السجاد. دي اللي هقولك مش لتاني مره ولا لساتت مره، ل20 مره. لان انا من طبيعتي ما بحبش شقتي تبقى متدهوله يا جدعان، وعايزه على طول الشقه تبقى كومبليت كده زي ما انتوا شايفين. فطبعا انا زهقت. اذن انت قاعد لي كده ليه؟ ان شاء الله مستني بتوع الغاز، مستني بتوع الغاز اتوصل معاهم. المفروض ان هما النهارده هيوصلوا لنا، المفروض ان هما بيقولوا هيوصلوا لنا النهارده البوتاجاز. فيا رب يبقوا صادقين بحق جاي النبي ويوصلوا فعلا. ولان هما بهدلوا لي فيها حرفيا الحمام. فهم بيقولوا دلوقتي ان هم هيوصلوا البوتاجاز النهارده بس. لكن السخانات لا، مش هتوصل النهارده. لسه قدامنا فتره، وموال برضو عبال ما يوصلوا لنا الغاز بتاع السخان. فدلوقتي اديني انا صاحيه من الساعه 11 الصبح، ودي مش طبيعتي ان انا اصحى بدري. فاديني قاعده مستنيه حضراتهم، الساعه بقت 2 ولسه لحد دلوقتي ما طلعوش. وخايفه بصراحه اعمل فطار يطلعوا. طب انا هنسيب الفطار ونقعد؟ المفروض ان احنا الساعه بقت 2 اهيت، ما فطرناش دلوقتي عشان الغاز. ف... فانا مش عارفه حوزه الغاز دي عند الناس كلها كده. يقعدوا يعني احنا من العيد الصغير، من رابع يوم العيد واحنا في العذاب والمرار الطافح ده. والله العظيم يا جماعه، والله العظيم انا لسه فرشه السجاد. ما بقاليش يومين اتنين، انا ما بقاليش يومين اتنين فرشه السجاد. فركبوا لنا امبارح. استنى هوريكم حاجه اهو. وصلوا لنا الحمد لله بفضل من ربنا. وصلوا لنا امبارح العداد اهوت. المفروض بقى خلاص بقى يعني العداد وصل. المفروض توصلوا لنا كل حاجه بقى، خلاص بقى الواحد يئس. بعدين انا فرشه زي ما انتم شايفين كده. انا ما بعرفش ان انا اشيل سجادي ولا الكلام ده، ولا اقعد من غير سجاد. فالطبيعي ان انا يعني الطبيعي ان انا مش عارفه اقعد من غير الفرش. فيخلوني هضطر ان انا اشيل السجاد تاني، والله حرام. واديني دلوقتي يا جماعه اهو، شلت السجاد، شلت لهم السجاد اهو. خليت الشقه على السيراميك اهو، على المطبخ على السيراميك. المشكله الكبيره اللي بتزعلني ان هما بيخشوا لو مؤاخذه بالشوزات بتاعتهم على السجاد. ما بيهمهمش حاجه. يعني انتوا المفروض شايفين الناس فرشه وكده، ما ينفعش ان انتوا تخشوا بالشوزات دي بجد، اللي مزعلاني قوي. فانا شلت لهم اهو دلوقتي اهو السجاد من المطبخ. ربنا يستر، هفرش لهم بقى حاجه قدام في دخلة الصاله يمشوا عليها زي مشايه كده او دفايه، يمشوا عليها بالكاوتشات. لان انا خلاص والله حرفيا تعبت. ادعوا لنا بقى النهارده كده يا رب نوصل الغيث.